كتبت يا بطرمان العسل؟ بكتب يا عمي. ملي طب ما تمشي ايدك شويه، ايدك وبعدين خطك ما يتقريش، مش مهم. ايوه. وكان النجم مرشدي بيسرق السكر من بيتهم ويبيعوا لمين بقى؟ لمين؟ عشان دي مهمه قوي في التحقيقات الصحفيه، ركز معايا. انا هقول لك كل حاجه وانا هسكت. بيبيعوا لعم رشدي بتاع غزل البنات. بيبيعوا لعمي رشدي بتاع غزل البنات. امه عرفت. بين قوسين امه عرفت. هتسكت امه؟ مش هتسكت. ده امه انا عارفها. نزلت عليه بالشبشب. انت ما كانش ليك دور في الموضوع ده يا حماية؟ طبعا انا مش هقف اتفرج. دخلت احوش. وكون امه حقانيه جدا قسمت الضرب. بقى هو شبشب وانت شبشب. وانا شبشب. هو شبشب وانت شبشب. بطي وانت شبشب. ممكن رد يا حبيبتي رد. ده اكيد حد من المعجبين بشويه. الو. ايوه طبعا ده تليفون استاذ عبد الحميد. اقول له مين؟ ثانيه واحده، حد مش عايز يقول اسمه بس. ايوه هو حكايه المعجبين دي هتجيب لي الديسك يا بنات. ما عندكيش كل شويه التليفون يضرب مين؟ يا اخويا رد. بيبقى معجبين. الو انا. لا ما تقدرش بقول لك. لا مش هسكت، انا هفضحه. ايه استنى، في ايه؟ اقفل. ايه مالك؟ قال ايه لو اتكلمت هيعلقوني في مكنة الشاورما بالمقلوب. مكنة شاورما بالمعدول. جرى يا ضاضي، ما تماين معاه شويه وتمشي امورك كده وتقلب لك منه قرشين تمن سكوتك كمان. لا عبد الحميد مالكش دعوه بالناس دول، انت عندك بنات واللي يفتش ورا الناس تنبش الناس وراه ويا حيطه داريني. وانت عندك فضايح عليهم، يعني دي قصاد دي. ما تخافش يا والدي. ايه ده؟ التليفون بيرن تاني يا بابا. ده اكيد بقى معجب. هرد. ردي. الو. ايوه استاذ عبد الحميد. اقول مين؟ ثانيه واحده. برضو حد مش عايز يقول اسمه. يا حبيبتي هم المعجبين كده لازم يكلموني انا مباشرة. ما عندكيش فكرة المعجبين دول عاملين لي. خلصنا. الو انا عبد الحميد. ما تقدرش هتكلم وهفضحكوا. ايه مالك؟ في ايه؟ قال ايه لو انا اتكلمت هيحطوا دماغي ببلاعة الحمام. هيحطوا دماغه في البلاعة. يا عم وسع البلاعة شوية كده دماغي تتحشي. عبد الحميد احنا مش وقت هزار. لا يا عبد الحميد انت بتتكلمش ومالكش دعوه بالناس دول. ده انت يا اخويا مره طولت في غسيل وشك شرقت كنت هتفطس. ايوه بابتي بيرن، يعني اكيد هيطلع معجب. لا مش عايزين. لا حد يراهني بقى 5 جنيه ب5 جنيه ان ده معجب؟ ها مين يراهن؟ ان شاء الله. خلونا نشوف. الو. ايوه هو تليفون استاذ عبد الحميد. طيب ثانيه واحده. قال لك ايه؟ اصلي يعني بصراحه هو اتكسف يعني. رد. رد. المعجبين دول بيبقى عليهم كلام فعلا يكسف. يقعد يشكر فيكي وانت تقولي انت كسفي. ما ترد. الو انا عبد الحميد. ما تقدرش هتكلم وهفضحكم يعني هفضحكم. تعالى بس. مالك؟ في ايه تاني؟ قال ايه لو اتكلمت هيقطعوا لي لساني. هيقطعوا له دراعه. كمان سمع تقيل. عبد الحميد الله يسترك، ما تفتحش بقك، ما تتكلمش. وقال على رأي المثل البق المقفول ما يخشش فيه دبان. يعني اركب سلك على بقي؟ يا لهوي، ابويا قال كل الفضايح دي؟ ما تقطعيش عشان الحاجات دي بتتنظر. ده لسه كمان الصور. ده وراني حته صوره لسعيد رمزي وهو بالشورت البافته. هعملها غلاف. ما اعرفش ليه يا طارق، حاسه انك هتودي ابويا في 60 داهيه. يعني ايه مفيش جورنال عاوز ينشر مذكراتي؟ اكيد الجدع اللي اسمه جيفارا ده هو اللي محرضهم عليا. لا ما تظلمش جيفارا يا عمي. جيفارا مش فاضي اليومين دول، بيخلص في ثوره صغيره كده في ارض اللواء. هم قلقانين اكتر من سيد السيد ومرشدي وسعيد رمزي. بس ما تقلقش، حلك عندي. طمني يا طارق يا عم معروف. عارف لو طمنتني هجيب لك التلاجة الفستقي اللي عجبتك في المعرض امبارح.
وهتملاها لي طبعا زي ما اتفقنا. بيض مش كده؟ حملها لك بيض على كل لون، بيض حمام ويمام وبيض فراخ وبيض نعام حتى، بس طمني. بالصدفه امبارح كنت بتكلم مع حبيبتي عليا باريزه، وعرضت عليا تنشر المذكرات بتاعتك على حسابها، وكمان عايزاك بكره عزماك على الغدا عندها يا عمي يا عفريت انت. وعليا في شريقة عليا باريزة دي، يعني ظروفها ايه؟ حيلتها ايه؟ حلتها ايه؟ لا 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 حاسب، لا لا حاسب كده شويه، لا حاسب يعني يا عمي. دي لما بتحب تعمل مكرونه بالبشاميل بتولع الفرن بورقه ب50 جنيه، بيضالك في القفص يا عمي. شوف يا طارق، طول ما انت جنبي البيض هيبقى حواليا من كل حتة، فوقي وتحتي. بصوا بقى يا بنات، احنا اول ما بابا يدخل علينا بالمذكرات ننزل احنا بالتريسيكلات نرشها ونوزعها. وانا صحابي هيموتوا يقروا الفصل بتاع كابتن سعيد رمزي، ولما سرق الكوتشي بتاع صاحبه من قدام الجامع بعد صلاة الجمعة. وانا بقى هبيع النسخه على 100 جندي ان شاء الله، وهكتب على الجلده انظر جوه عشان في صور ملهلبه عشان نجر رجل الشباب ونلعب بقى يا جدعان بقى. سلام عليكم. خبوني يا بنات. انت ايه اللي عمل فيك كده يالا؟ المفترية عليا باريزة بدل ما كانت عزمانة على الغدا عزمت كلابها علينا. ياه، مش قادر انسى منظر حماية والكلاب بترش عليه الملح قبل الاكل. ابويا حبيبي عملوا فيك ايه يا ابويا يا حبيبي؟ كله بسببي، كله بسبب عمايلي السودا ولساني اللي عايز اقطعه. ما كنت اقول له انه مثلي اعلى وخلصت. انا سايبه دلوقتي بيسجل بصوته كل فضايحه وبيكذب كل اللي كان هينشره. يا حبيبي يا بابتي يا حبيبي، ده كان بيخاف من الفراخ. يا ترى ايه اللي فاضل منك يا بابتي؟ ريهام يا بنتي، انت فين يا ريهام؟ هيام يا بنتي، انت فين يا هيام؟ الهام يا بنتي، انت فين يا الهام؟ احنا هنا يا ابويا. عملوني شاورما، شوفولي الرغيف فينه بسرعة استر نفسي فيه. زررني الكم ده لحسن بردان.